أما صيام يوم السبت منفرد يعني يوم عرفة مثلا وافق السبت، أو يوم عاشوراء وافق السبت، هل يجوز صيام يوم السبت هذا؟ الجواب نعم، على أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. طيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترضه الله تعالى عليكم، حتى لو لم تجدوا إلا لحاء عنب فامضغوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن هذا الحديث مضطرب، ومن هنا فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز صوم يوم السبت إن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، حتى ولو كان منفردا